الدولة الوحيدة وبراءة الاختراع والمميزون في العالم كله اللي ابتدع عملية الجبن داخل الكنافة هم أهل نابلس في فلسطين. وحاول الجميع تقليدهم لكن لم يستطيعوا، لأن والأصل فلسطينيين مشهورين، ولكن لما قالوا لي انه هذه جزائريه اسمها الجزائريه قلت لهم سبحان الله، يعني القطايف ديالنا وصلوا حتى للشام. تاريخيا معروف انه شعبنا الشعب الجزائري بمختلف اطيافه عرب وامازيغ كانوا مشاو للشام، مشاو على مرحلتين تاريخيا. اول مرحله كانت مع بومدين الغوث وشاركوا في تحرير القدس، عرب وامازيغ اليد في اليد انطلقوا من بجايه ومشاو على القدس وشاركوا في تحرير القدس مع عقبه بن نافع. المرحلة الثانية كانت مع الأمير عبد القادر. كل عرش الأمير عبد القادر بعد ما نفي مشى إلى الشام إلى سوريا، ونعرفوا دوره في إحلال السلام بين المسيحيين وبين المسلمين خلال تلك الفترة. وكل العشيرة نتاعو اللي مشات بقات هناك، استوطنت هناك، موجودة لغاية اليوم في الشام، عوائل أصلها جزائري. وحتى في القدس نعرفوا حارة المغاربة نسبة لدول المغرب العربي، ونعرفوا أن الجزائر كان اسمها قبل المغرب الأوسط. فكثير من الجزائريين مشوا هناك، وهذا فخر لنا. من غير ما ننسى دور طارق بن زياد ابن خنشلة اللي فتح الأندلس بجيوشه، هذا فخر لنا كذلك. وسانت أغسطين الفيلسوف والعلامة الكبير ابن سقهراس ما ننساوش، وغيره، فاطمة نسومر وأسماء كثيرة. حتى اللي أول بالنسبة للطيران كان أمازيغي. فنفتخر بكل هذا، ونفتخر بشيء كذلك، الوحدة في بلادنا، إنه